ده انسب نظام هتكون ماشي عليه، هيخلي الحرق عندك منتظم وبشكل عالي، وجسمك هيفضل يحرق بشكل منتظم، ومش هتحس ان جسمك ثابت ووزنك ما عادش بينزل. لو انت بنت وبتنزلي الجيم وكل يوم عماله توزني نفسك وحاسه ان الميزان ثابت ما بتنزليش، او برضو لو انت شاب وبتنزل الجيم هدفك انك تخس وكل يوم بتطلع على الميزان بتلاقي نفسك ما بتخسش، او اول فتره من الجيم بدات تخس وبعد اسبوع بدا جسمك يثبت، يا ترى هل انت كده فعلا ما بتخسوش ولا ايه الحكايه؟ ركزوا معايا في الفيديو ده عشان هشرح لكم كل تفصيله في الموضوع ده. طيب خلينا اوضح لكم ليه السبب ان انتوا اول اسبوع بتخسوا وبعد كده جسمكم بيثبت ما عادش بيخس. جسمك اول مره يتعرض للمواقف دي او اول مره تنزل جيم، فبالتالي لو انت رايحه تخسي او لو انت رايح تخس جسمك بيبدا يتخلص من الميه والاملاح الزياده. يعني ايه جسمي بيبدا يتخلص من الميه والاملاح الزياده؟ جسمك بيكون حابس ميه واملاح تحت الجلد علشان الجسم دايما بيكون خايف ان هو يخش في مرحلة خطر، يعني خايف ان انت تمنع عنه الاكل فيبدأ يخزن دهون، خايف انك تمنع عنه المية فيبدأ يخزن مية تحت الجلد. فبالتالي لما بتنزل جيم وبتعمل مجهود فيبدأ يطرد المية الزيادة والاملاح الزيادة، فبالتالي هتلاقي نفسك مثلا خسيت من 3 كيلو ل 5 كيلو في اول اسبوع، هوب بتحس ان انت هتكمل على كده، بس الصدمه الكبيره ان بتلاقي جسمك ثبت، بل بالعكس ممكن جسمك كمان يزيد، بس انت في الشكل عمال بتنزل. طب ايه الحكايه؟ ولا الموضوع ده كده صح، انا ماشي صح ولا في حاجه غلط؟ اول حاجه، انت لما بتنزل جيم جسمك زي ما قلنا لك ان هو بيبدا يطرد الميه الزياده. طبعا نسبة العضلات سواء كنت انت بنت او سواء انت كنت ولد بتكون منعدمة، ما بيكونش فيه نسبة عضلات في جسمك بشكل اساسي، يعني مثلا ممكن نقول 20% من الطبيعي اللي هو المفروض اصلا يكون في جسمك. فبالتالي اول ما عضلاتك بتشم تمرين، اول ما بتنزل تتمرن وعضلاتك بتشم تمرين عضلاتك بتبدا تزيد، سواء انت بنت برضو عضلاتك بتبدا تزيد، بس مش هتزيد ان انت مثلا تكوني زي الشباب، لا، الطبيعي مثلا ان انت كبنت يكون عندك عضلات بنسبه 30% من وزنك، لا انت بيكون عندك بنسبه 15%، فناقصك 15%. فبالتالي لما انت بتنزلي جيم وبتتمرني عضلاتك بتزيد. يعني مثلا انت النهارده جيت تبص لقيت نفسك نازله مثلا على الميزان 5 كيلو في الشهر، انت شايفه ان ال 5 كيلو دول قليلين جدا، انت عايزه مثلا تنزلي 10 كيلو، لا هو انت في الطبيعي نازله 10 كيلو، بس اللي حصل ان جسمك زاد عضلات 5 كيلو ونزلتي دهون 10 كيلو، فبالتالي التوتال النهائي جسمك كله خاسس 5 كيلو، يعني زدتي 5 كيلو عضلات ونزلتي 10 كيلو دهون، فالناقص الاساسي اللي هو كام؟ 5 كيلو، فانت بتحسبيها او انت بتحسبها على 5 كيلو، بس بالعكس انت نازل 10 كيلو. ده صح؟ ده صح، لان كل ما جسمك بيبني عضلات كل ما نسبة الحرق تبدأ تزيد في الجسم، فبالتالي هتخسوا اسرع، هيكون شكلكم احسن، مش هيكون في ترهلات، هيكون في تناسق. فالصح ان انتوا تلتزموا على التمرين، ما تستعجلوش انكم توزنوا كل شويه. الصح ان انتوا مثلا تبداوا تاخدوا مقاسات، تبداوا تعملوا انبادي في مكان موثوق منه او مكان في ميزان حديث هيبدا يعرفكم نسبه الميه، نسبه الدهون، نسبه العضلات. طب هنا ناس تبدا تقول لك طب احنا هنمنع نتمرن حديد، ما عدناش هنتمرن حديد علشان نلعب كارديو بس وما نبنيش عضلات. هنا النقطة دي غلط تماما، علشان ساعتها جسمك هيبدأ يوقف الحرق. ليه هيبدأ يوقف الحرق؟ لأن هرمون التستوستيرون اللي هو موجود في الرجالة وموجود في السيدات ده المسؤول ان هو يرفع من نسبة العضلات، وساعتها هيبدأ يحرق من نسبة الدهون. فبالتالي هرمون ده هيكون عند النساء او هيكون عند الرجال اللي هم بطلوا يتمرنوا قليل جدا، فجسمك هيبدأ يوقف حرق. العضلات الزياده في الجسم هي اللي بتعلي الحرق. فالصح لو انتوا هدفكم ان انتوا تلوسوا فات او تخسروا دهون، اللي انتوا تعملوه لو انتوا مثلا بتنزلوا الجيم كل يوم وما انتوش حابين تلعبوا تمارين المقاومه، حاولوا تلعبوا يوم مقاومه ويوم لا، واليوم اللا ده يكون فيه تمارين كارديو. يعني مثلا لو انتوا بتنزلوا الجيم 6 ايام في الاسبوع هتلعب ال6 ايام بس في منهم 3 ايام بلعب حديد وكارديو، والثلاث ايام التانيين بلعب
كارديو بس، وبلعب مثلا معاها شويه تمارين بطن. ده انسب نظام هتكون ماشي عليه، هيخلي الحرق عندك منتظم وبشكل عالي، وجسمك هيفضل يحرق بشكل منتظم، ومش هتحس ان جسمك ثابت ووزنك ما عادش بينزل. ده الصح اللي تمشوا عليه. واستنوني في الفيديوهات الجايه، هعمل لكم سلسله كامله هعرفكم ازاي تخسوا سواء في البيت او سواء في الجيم. كل اللي عليكم ان انتوا تكتبوا لي في الكومنتات انتوا محتاجين نعمل لكم فيديوهات عن ايه اكتر. انا كابتن عزو، سلام.